السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده حابب اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا، وهي التغذيه البصريه. التغذيه البصريه من المراحل المهمه جدا لاي حد بيبتدي في التصميم، لان في المرحله دي انت بتبدا تغذي عقلك بالافكار وبتخليه يستلهم افكار وتصميمات كتير، وبناء عليها هو هيقدر بعد كده يبتكر ويبدع في الحاجه اللي انت عايز تعملها. فبدون التغذيه البصريه او بدون المرحله ديت انت هتحس نفسك مشتت ومش عارف تنتج او مش عارف تبتدي تصمم منين. وفي شباب كتير جدا بتكون تايهه، مش عارفه تبدا ازاي تعمل تغذيه بصريه، او بتحس ان هي وقت ما بتدور مش بتلاقي الحاجه اللي هي عايزاها، مش بتحس انها غذت عقلها بالافكار الكتير اللي بناء عليها هي قادره تصمم بعد كده. فوقت ما بيجي يصمم بيحس نفسه لسه مش عارف يبتدي منين حتى لو هو عمل تغذيه بصريه. فممكن تكون انت بتعمل تغذيه بصريه بشكل غلط، او مش عارف تعمل تغذيه بصريه بشكل صح، او مش عارف تعمل تغذيه بصريه منين اصلا. ففي الفيديو ده جايب لكم شويه طرق ومواقع و AI tools تقدروا تعملوا من خلالها تغذيه بصريه تكون مفيده جدا ليكم ان شاء الله. طيب يا شباب، احنا حاليا جوه فيجما. خليني اقول لك على الطريقه اللي انا بستخدمها في شغلي وانا بعمل تغذيه بصريه، واقول لك كمان على التولز الاي اي او المواقع اللي انا بستخدمها، ان شاء الله تكون مفيده جدا ليك. يعني طبعا انا مع الوقت اكتشفت التولز ديت، فكل شويه بتكتشف حاجه جديده، كل شويه بيطلع تولز جديده او مواقع جديده، فنقدر نستفيد منها ان شاء الله. خليني الاول اقول لكم انا ببدا اقسم شغل ازاي وانا بعمل تغذيه بصريه، وبعدين هقول لك ايه التولز اللي انا بستخدمها او المواقع اللي انا بجيب منها تغذيه بصريه. في البداية أنا ببدأ أقسم شغلي بعمل سيكشن كده. السيكشن ده بيكون بس مخصص للجزء اللي أنا هعمل فيه تغذية بصرية. ده ليه؟ عشان يبقى إيه، منظم شغلي شوية. أحيانا بضطر إن أنا أعمل لكل جزء أو لكل صفحة مثلا سيكشن لوحده. يعني مثلا الصفحة ديت بخليها مثلا للهوم بس، تمام. في مثلا بعمل سيكشن تاني لبقية الصفحات، لكل سيكشن بعمل صفحة. ده لما يكون المشروع كبير شوية او محتاج ان انا اعمل حاجة ايه، شغل تقيل شوية. لكن هو يعني في البداية اعتقد سيكشن واحد كافي بالنسبة لك. فانت ممكن تستخدم السيكشن ده بس بحيث ان انت تبقى عارف ان المكان ده اللي انت حاطط فيه التصاميم اللي انت هتستلهم منها افكار، بحيث ان انت لو حبيت ترجع لها او حاجة. فدلوقتي انت عرفت ان انت هتعمل اول حاجة سيكشن عشان تحط فيه السكرينات بتاعتك. خلينا بقى نبتدي كده بأول طريقة، وهي إن إحنا بنعمل تغذية بصرية منين أو بنجيب أفكار منين للديزاينات اللي إحنا عايزين نبدأ بيها أو المشاريع اللي إحنا عايزين نبدأ فيها. طبعا بنترست من أقوى المواقع صراحة اللي فيه أفكار كتير وتصاميم كتير. فأنت بتحاول تاخد مثلا سكرين شوت مثلا من الجزء ده، عجبك الديزاين ده تاخد سكرين شوت وتاخدها وتروح فين يا باشا، تحطها في السكشن بتاعك هنا، بحيث ان انت يبقى عندك تجمع التصميمات اللي عجبتك كلها هنا. تمام. الحاجة التانية عندنا بيهانس. تمام. بيهانس برضو تقدر تاخد منه افكار، ونفس الفكرة، عجبك تصميم بتاخد سكرين شوت وتروح تحطه فين في فيجما. غير بيهانس وبنترست في عندنا مواقع تانية في بنقدر ناخد منها تغذية بصرية. المواقع دي كلها ان شاء الله هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو. في الموقع ده منظم جدا، بيعطيك أفكار وتصميمات لحاجات انت ممكن تبقى محتاجها لمشاريع، ومسميها ومنظمها بشكل كويس جدا. فتقدر برضو تاخد أفكار من حاجة زي كده. تمام. هي تمبلتس موجودة بس انت بتقدر تاخد منها طبعا أفكار يعني. فده الموقع التاني. الموقع التالت او الرابع وهو موقع عربي شوية، هو اسمه إلهام. فالموقع ده بيبقى فيه مواقع برضو اصلا اوريدي جاهزة موجودة. يعني انت لما بتروح هنا بتشوف الموقع لايف موجود حقيقي، وبتشوف الانيميشن اللي فيه وبتشوف كل حاجة. تمام. دي المواقع اللي انا بعمل منها تغذية بصرية. خليني بقولك على التولز او الاي اي، او ازاي بستخدم الاي اي في ان انا بعمل تغذية بصرية. احيانا، وهي مشكلة بتواجه ناس كتير، هو ان هو بيكون بيصمم جزء معين او صفحة معينة، هو مش لاقي حاجة شبهها. تمام. فانا في الوقت ده بلجأ لشات جي بي تي، بقول له مثلا اعطيني برومت يصمم لي صفحة ويب سايت لمنصة تعليمية مثلا. فباخد مثلا البرومت ده من شات جي بي تي، بروح لأول تول، وهي هي بلجن في فيجما اسمها يو اكس بايلوت. البلجن دي انا عملت عنها فيديو قبل كده. انت بتحدد من هنا انت عايز ديسكتوب ولا موبايل. خلينا دلوقتي في ديسكتوب. عايز يصمم لك سكرين ولا اتنين، خليها واحدة. بتحط هنا البرومت اللي انت جبته من شات جي بي تي،
وبعد تقريبا اقل من دقيقة بتلاقي التصميم بتاعك جه هنا. تمام. انت بتلاقي عملك التصميم ده، يعني هو مش يعني نوعا ما لحد ما كويس. فانت يعني ما تاخدش التصميم جاهز، انت مش هتعتمد التصميم ده بس، انت بتبدأ تاخد منه افكار. وزي ما قلت لك، انت لو عاطل شات جي بي تي او قايل له على التفاصيل اللي انت عايزها بالظبط في السكشن بتاعك او في الصفحة بتاعتك، هيبدأ ينظم لك الموضوع اكتر من كده. دي التول اللي انا بستخدمها او البلاجن اللي انا بستخدمها في فيجما. بره فيجما بقى في عندي 3 حاجات بستخدمهم. اول حاجه وهي كلاود. لو انتوا مش عارفين، كلاود هو حاجه زي شات جي بي تي كده. باخد نفس البرومت اللي انا اخدته من شات جي بي تي، بعطيله كلاود. وفي نفس الوقت بروح على ديب سيك اعطيله برضه نفس البرومت بتاعي اللي انا اخدته من شات جي بي تي. في نقطة هنا خليني اقول لك عليها في ديب سيك، هو احيانا ما بيفهمش ان انت عايز تقول له ان هو يصمم لك الديزاين ده ككود. هو احنا هنا في التولز دي بنصممه ككود، كفرونت اند، وبعد كده بنشوفه، يعني بنشوف الديزاين بتاع النتيجة بتاعت الكود عاملة ازاي. فبنبدأ ناخد بس ايه افكار من النتيجة اللي طلعها شات جي بي تي. هو بدأ يقسمها ان كل سيكشن لوحده، ليه مش عارف، بس اوكي. فخلينا نرجع نشوف كلاود لسه شغال. في برضو تول اسمها في زيرو من التولز، برضو كل دي تولز لها علاقة اكتر بالكودينج، بس يعني ايه، احنا بنحاول نستغلها في ان احنا ناخد منها افكار بس مش اكتر. فبتديلها برضو نفس البرومت، هو بيبدأ يكتب لك الكود. فخلينا نرجع نروح نشوف لسه كلاود شغال. صراحة انصحكم بكلاود، هو بيبقى افضلهم شوية من ناحية الكواليتي بتاع التصميم. فخلينا نشوف مثلا ديب سيك عمل ايه. اوكي، النتيجة 0، بس هو في مشكلة. يعني انتوا جربوا الموضوع. لان انا كنت الصبح بستخدمه دايما يعني. فلو جينا مثلا نبص هنا في الصفحة دي، انا كنت باخد منها افكار، فهو بيبدأ يطلع لي حاجة زي كده. طبعا مش احسن حاجة، بس انت لما بتكون مش عارف ترتيب السكشن بعيدا عن اليو اي، هو بيبدأ يفكر معاك في اللاي اوت او ايه اللي ممكن نحطه في الصفحة اصلا. وده انا ما كنتش عاطيه تفاصيل برضو. خلينا نروح طيب لكلاود. كلاود طلع لي النتيجة دي. فعشان نكبر الشاشة ممكن نكبرها من هنا. فنبدأ ناخد ايه افكار الدنيا هتبقى عاملة ازاي. طبعا انا زي ما قلت لكم، عشان مش مهتم بان البرومت يبقى مكتوب بشكل صح، بنجرب بس بنعمل تيست. لكن لو انت مهتم بتفاصيل البرومت من شات جي بي تي وعطوله تفاصيل كويسة، فهو هيطلع لك نتيجة كويسة احسن من دي. نروح بقى لفي زيرو، هنشوف في زيرو هي يعني احسنهم طبعا، لان هي اداة كودينج اكتر. فهتلاقيها هتلاقيها مطلعة الكواليتي دي. فانت بتبدأ برضو تاخد افكار من حاجة زي كده. مؤخرا بقى في برضو التول بتاعت جوجل. آه، بتقدر ايه تستخدمها برضو في حاجة زي كده. فطبعا دي النتيجة اللي طلعتها لنا التول بتاعت جوجل، اللي هي لسه طالعة جديدة مؤخرا. برضو ممكن تاخد منها افكار، يعني هي مش احسن حاجة بس انت ممكن تاخد منها افكار. كمان ممكن تاخد الديزاين منها كوبي توديه في فيجما. خلونا نجرب كده. فهو الديزاين جالنا هنا برضو آه، كفريمز وطريق اوت متظبط وكل حاجة تمام يعني. في بقى اخر تول معانا، وهي صراحة هي تول قوية جدا. التول ديت انا عملت عنها فيديو قبل كده، بس يعني ايه كان لسه يعني مش واضح اوي القوة بتاعتها. الحلو بقى في التول ديت ان هي مقسمة الصفحات كده او المواضيع بشكل لذيذ قوي. يعني عندك هنا الويب ولا موبايل، وعندك هنا مثلا لو ويب سايت انواع مختلفة، داشبوردز وبرودكت ديتيلز وتفاصيل كتير جدا. لو عايز مثلا صفحة لمنتج ما او حاجة زي كده، ولو على الموبايل هتبقى عاملة ازاي. فالتول دي قوية قوي. وكمان خلونا نجرب كده برضو، هي فيها داشبوردز كتير جدا، يعني انت ممكن تاخد من كل ده تغذية بصرية. هي أداة تصميم يعني عاملة زي فيجما كده تقريبا، بس ايه انا ما بستخدمهاش، يعني انا بس باخد منها افكار. فانت مثلا لو خدت تصميم زي ده. اه، هو كان زمان قبل تقريبا بقت بفلوس. فهو الاول كنت تقدر تاخد التصميم ده الفيجما، بس كان ليميتد يعني. لكن هي دلوقتي ايه، بقت كله لازم يبقى مدفوع يعني. بس عموما مش شرط تاخده الفيجما، انت يكفي ان انت تاخد منه افكار بس مش اكتر.
فهي يعني لذيذة جدا صراحة، وفيها حاجات كتير أوي مهمة يعني. بس دي التولز اللي كانت معايا. ده بس كده، وده كان فيديو النهاردة. أتمنى الموضوع يكون إيه واضح كده. أنا حاولت أشرح كل حاجة بشكل سريع. مبحبش أطول في الفيديو عشان إيه ما نضيعش وقت الناس. أتمنى يكون الموضوع وصل لكم، وانتوا بقى جربوا كل تولز كده ودوروا واقعدوا اهتموا بالتفاصيل اكتر، وشوفوا فيها ايه، ممكن تكتشفوا حاجة جديدة ما مش موجودة او ما اتكلمناش عنها. ومؤخرا حابب اقول لكم ان في ملف نوشن انا كنت عامله على فيجما، في بعض التولز برضو. واكيد هسيب لكم كل الحاجات دي في الوصف تحت الفيديو. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو. ولو حسيت ان انت فعلا استفدت من الفيديو ده وفرق معاك، فادعم الفيديو بلايك وشير الفيديو عشان يقدر يستفيد منه اكتر عدد ممكن من الناس. وبس كده، السلام عليكم.